مساء الخير يا حبايبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من آخر فيديو النهاردة مهم جدا. فيديو تفريزات. تعتمديه بقى لتفريزات رمضان، لو عندك عزومة، لو عايزة كده تعمري الفريزر للطوارئ زي ما بيقولوا، فأكيد هتستفادي جدا من الفيديو ده إن شاء الله، وأتمنى يعجبكم، وخصوصا البنوتات الصغيرين اللي لسه جداد في المطبخ. طبعا أهم حاجة عندنا إن يكون عندنا أي حاجة جاهزة في الفريزر. الأمر ما بيسلمش من إن يدخل عليكي ضيوف فجأة، أو تحبي إنك تعملي سندوتشات كده على السريع، أو تكوني صاحية في يوم متأخرة ومفيش عندك وقت ولا تتبلي ولا تطلعي حاجة من الفريزر تطبخيها. جيت أنا كده في يوم بدون أي مقدمات، لقيت عندي الفريزر فاضي، وده نادرا لما بيحصل، ولكن قلت لأ، المفروض بقى ما استناش. فورا كلمت محل الفراخ، طلبت بانيه وطلبت صدور. طبعا عامله لكم هنا وصفه بانيه ووصفه شيش طاووق. عملنا تتبيلات فراخ كتيرة جدا جدا على القناة، كل مرة بحاول ان يكون في اختلاف. طبعا البانيه عندي هنا كان جايلي جاهز متقطع، يا دوب شطفته بمية مع شوية دقيق كده وشوية ملح، ما نقعتهوش على السريع، اديته شطفة وحطيته عندي هنا في المصفى يصفى من اي سوائل. المهم يكون صافي كده ومفيش عليه اي مية ولا اي سوائل. اول حاجة بحب اعملها دايما في البانيه وفي اي طيور، زي ما اتفقنا قبل كده، بصلاية كبيرة مفرومة، وحطيت هنا حليب. طب ليه حطيتي حليب؟ والله حليب او زبادي اوكي، ولكن الحليب عندي هنا في وصفة البانيه هيخلي عندي نسيج الفراخ طري جدا وجميل وجوسي قوي، خصوصا لما تبيتيه في التتبيله. الحليب بيفرق جدا وبيدي طعم كده ونكهه مميزه للفراخ. نزلت على طول ببصلايه كبيره مفرومه ناعم، مع شويه حليب، وطبعا لو عندك زبادي اوكي مفيش اي مشكله، ملح، فلفل اسود، شويه بهارات مشكله، ومعلقه من البابريكا. حابه تضيفي شطه اوكي. كده بقى عندي احلى تتبيله للبانيه. يا ريت تعمليها من قبلها على بيات، او تعمليها الصبح بدري، يعني يتنقع مثلا فيها اقل حاجه 3 4 ساعات بس. التتبيله دي ما اقولكيش، الفراخ هتاخد من طعم وريحه البصل مع الحليب، هتبقى في حته تانية خالص. ولبست الجلافز عندي وابتديت ان انا ادخل التتبيله دي بين كل قطعه والتانية، يعني خليت الفراخ تشرب منها خالص زي ما انت شايفه كده. وطبعا عصير الليمون اللي احنا حطيناه في البدايه، وسايبه شويه عصير ليمون هستخدمه في تتبيله تانية، ركزي معايا. ودي اهم قواعد البانيه بالنسبه لي، وهيطلع معاكي حاجه ما شاء الله مفيش بعد كده. هنركنه بقى على جنب كده. انا هنا كنت بتبله من قبلها بيوم بالليل. طب تاني يوم زي ما انت شايفه كده، خد من البصل، نزل السوائل بتاعته، وحاجه منتهى الجمال. انا هختصر لك خطوات البانيه وهخليه اسهل ما يكون. معايا هنا كيسين الفيجيتار اللي انت شايفاهم دول. لكل كيلو بانيه كيسين فيجيتار على نص كيس بقسماط. انا هنا عامله 2 كيلو بانيه، فهستخدم 4 فيجيتار، هضيفهم على البقسماط. وهجيب بيضتين مع كوبايه كبيره من الحليب، مع شويه ملح، مع شويه فلفل اسود. وهختصر لك خطوه انك تنزلي البانيه في دقيق، وبعدين بيض بحليب، وبعدين بقسماط. الموضوع هيبقى سهل جدا. كل اللي عملناه في الخطوة دي ان انا مسكت البانيه قطعة قطعة، نفضته من البصل ومن التتبيلة بتاعته دي خالص. هتشيلي واحدة واحدة كده، معلش تعالي على نفسك، وتشيلي من عليها التتبيلة والبصل، وتشيليها من كل السوائل اللي كانت منقوعة فيها دي. زي ما انت شايفة كده، هي هنا عندي في طبق تاني نضيفة خالص. ورحت نازلة عليها بالبطين والحليب والملح والفلفل وبالجلافز كده، وهقلبها كلها في بعضها. كل قطعة من البانيه هتاخد معايا من البيض ومن الحليب. الموضوع هيكون في ثواني، ولا غلبت بقى انك تنزليها في الدقيق وبعدين البيض بلبن. لا، الخطوه دي كويسه جدا وهتنجز معاكي. ومهم جدا في الخطوه الجايه ان تكون ايدك ناشفه. يعني احنا قلبنا بجلافز، وانا جبت هنا جلافز تاني ناشف، علشان طبعا ما ينفعش تكون ايدك عليها سوائل وتشتغلي في البقسماط. وعلى طول هنا كنت جايبه كيس البقسماط اللي انتوا شفتوه، وضفت عليه 4 اكياس الفيجيتار، بيدي طعم مميز جدا. ولو حابه بقسماط بس مفيش اي مشاكل، بس ضيفي عليه شويه ملح صغيرين، شويه بابريكا، شويه فلفل اسود، يعني بالعربي كده بهاري. وهبتدي ان انا اخد قطعه قطعه واضغط عليها كده، هتطلع معاكي تحفه. كفر ولا كلمه، ولا هيفك معاكي ولا اي حاجه خالص. وكان عندي هنا اطباق واكياس تلاجة كده فتحتها، هرص كل كام قطعه جنب بعضها، واحط بين كل قطعه والتانيه كيس من اكياس التلاجة، بحيث لما تيجي تطلعي تقلي منه الموضوع يكون سهل. هتاخدي عدد القطع اللي انت عايزاه بدون ما تفككي الكيس كله.
طبعا الموضوع سهل جدا، ويا ريت تعملوا الحركه دي قبل رمضان. كل سنه وانتم طيبين، هتفرق معاكم جدا ان شاء الله. نعمل تفريزات حلوه الفتره الجايه، بحيث ان يومنا في رمضان يكون كده رايق ويكون مليان بركه، يكون في وقت للصلاه، يكون في وقت للقران، يكون في وقت نشوف اللي ورانا. تدخلي المطبخ برضو وانتي صايمه، ما تتعبيش، ولو عندك عزايم تنجزي فيها ان شاء الله. ابتديت هنا اعمل قطعه ورا التانية. ناس كتير بتشتكي من ان كفر البانيه بيفك. الطريقه دي وهوريها لك في النهايه، ما اقولكيش هيكون متماسك معاكي بشكل قوي جدا. كمان حركه اضافه الفيجيتار على البقسماط بصراحه، وخصوصا النوع اللي انت شايفاه في الفيديو ده بالاخص، خدي بالك، بيدي طعم مميز جدا. انا استخدمت انواع كتير قبل كده، بس حاسه ان الطعم ده مميز قوي وموديلي البانيه في مكان احسن من المرات اللي قبل كده. مع طبعا خطوة ان انتي تبيتيه كده في البصل والليمون والبهارات الحلوة بتاعتنا دي. لا، بصي بتاكلي بانيه مش اي بانيه. وسيبك بقى من المصنعات والحاجات اللي بتيجي من بره، والله يعني اساسا معظمها بيكون عجين من جوه. وده كان شكله في النهاية. بسم الله ما شاء الله. طبعا انتي بتكيسيه على حسب عدد الافراد، على حسب ما انتي عايزة. انا عملته عندي هنا في 3 اطباق كده زي ما انتي شايفة، اللهم بارك. وما خدش معايا اي وقت، وعمرنا الفريزر بتاعنا وحسينا كده بالامان. دي اكتر حاجة تخليكي مطمنة وبتنجزي وجاهزة في اي وقت. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل وصفة حلوة جدا وكل الاولاد بيحبوها. هنعمل شيش طاووق. حطيت هنا كوباية من الزبادي مع عصير ليمون مع زيت، توم باودر، بصل باودر، زي ما انت شايفة كده. بنزل بكل حاجة ورا بعضها، وشوية شطة ودي اختياري، بس احنا بنحب الشطة جدا، مع بابريكا بتديني طعم مدخن ولون حلو جدا للحوم، وطبعا فلفل اسود وملح. عملنا تتبيلات كتيرة جدا، يعني اللي عايز يرجع كده على قناة هيلاقي ان احنا عاملين تتبيلات كتيرة جدا للفراخ. طبعا دي اسرع حاجة لشيش طاووق، ولا فرم خضار ولا تقطيع خضار ولا القصة دي كلها. دي كانت اسرع حاجة واحلى حاجة انت ممكن تعمليها. حسيت ان الموضوع عايز يبقى جوسي شوية، لان انا عندي اللهم بارك 2 كيلو من الصدور. فبعد ما حطيت كوباية من الزبادي، حطيت نص مج من الحليب. الموضوع طبعا هيبقى جميل جدا. وقسمت الخلطة دي في طبقين. ليه؟ زي ما انت شايفة كده. في جزء هضيف عليه بهارات التندوري، ودي تقدري تجيبيها من عند العطار، او بتيجي اكياس جاهزة من السوبر ماركت. والتانية سبتها سادة زي ما هي. يعني انت من تتبيلة واحدة عملتي نوعين من الشيش، والشكل والمنظر هيبقى جميل جدا ومميز. طبعا ناس كتيرة جدا بتحب في الشيش الوراك، وأساس الشيش هو الوراك، خلينا متفقين، علشان بتكون نسيجها طري جدا وجوسي وحلوة. لكن احنا للأسف من عشاق ان الشيش يكون بالصدور. فدي حرية شخصية بترجعلك انت. طبعا هتجيبي القطعية اللي انت حباها، سواء صدور أو وراك. وابتديت ان انا اشطفها بالدقيق والملح، وصفتها ونشفتها وخليتها زي الفل كده. وابتديت ان انا اقطعها مكعبات واشيل الجزء الفليتو كده اللي تحت. حابة طبعا تجمعيه وتحتفظي بيه وتعمليه ستريبس، مفيش أي مشكلة. بس أنا عندي هنا قطعته ودخلته في الشيش عادي خالص. أي بقى جلد، أي زوايد جلدية، أي دهون، بشيلها كده على جنب. وبتعملي الحاجة بمزاج. قوليلي بقى لو جايباها من بره حد هيعملها بالشكل ده؟ مستحيل. وقسمت طبعا الصدور، جزء في التتبيلة العادية وجزء في التتبيلة اللي احنا ضفنا عليها بهارات التندوري. طبعا تاخدي بالك، انا هنا في الشيش ضفت زيت. اوعي في البانيه تضيفي زيت، والا مش هيمسك في البقسماط، والكفر مش هيمسك فيه نهائي. فمستحيل مستحيل الفراخ اللي هتحطي عليها كفر بقسماط او دقيق تضيفي عليها زيت. خلينا متفقين كده. وقلبت هنا الشيش زي ما انتم شايفين، وسيخته على الاسياخ بتاعته. على فكرة ممكن تحفظيه في الاطباق فقط وتشوحيه في الطاسة من غير اي اسياخ، وهيكون ممتاز بالشكل ده. ده كان شكله النهائي. وانا كمان في نهاية الفيديو سايبالكوا شكل البانيه بعد التسوية، وسايبالكوا كمان شكل الشيش بعد التسوية. حاجة جميلة اللهم بارك، موجودة في الفريزر لأي عزومات، لأي يوم انت جاي من بره متأخرة. ويا رب اكون فدتكم وبحبكم جدا، والسلام عليكم.